السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل فطير بطريقة سهلة جدا جدا، ومقادير بسيطة خالص خالص. ولو عندك حتة لحمة مفرومة كده معصجاها كده وعيناها في الفريزر طلعيها. فراخ، يعني قطع فراخ، جبنة، تقدري تحشيها بأي حشوة انت تحبيها او تعوزيها. شايفين ما شاء الله؟ يعني عملت كيلو دقيق، عمل لي كمية كبيرة جدا. انا استخدمت الدقيق ده يا جماعة. انا بحب استخدم الدقيق دوت لان بصراحة يعني نتيجته حلوة معايا بصراحة. انا كده ايه هعمل الفطير بتاعي بحوالي كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده في الطبق بالكيلو الدقيق بتاعي. فطير مش مكلف وممكن يتحشى اي حشوة من التلاجة. ما عندكيش لحوم ولا فراخ ممكن تحشي جبنة، مش مشكلة اي حاجة يعني. هنا كيلو دقيق حطيت كده حوالي ربع معلقة من الملح، وكمان احط معلقتين من السكر. يبقى كيلو الدقيق حطيت ربع معلقة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. وهنقلب المقادير الجافة كده مع بعضها. وهحتاج مية من الحنفية للعجن، يعني مش مية دافية ولا حاجة. هنعجنها بمية من الحنفية عادي يعني. طبعا هنزل بالمية شوية شوية زي ما انتوا شايفين كده. وهقلبها الأول بالمعلقة كده، نقلب كده الدقيق مع المية. وبعد كده هستخدم بقى ايديا في العجن زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نعجن. لو حابة تقللي كمية الدقيق يعني تعملي 3 كوبايات بس، هتبقي محتاجة بس ذرة ملح وكمان معلقة بس من السكر، وهتعمليها بكل سهولة. هي ده عجينة الفطيرة بتاعتنا، مش هتاخد منك اي حاجة، ولا تحتاج مثلا حليب ولا تحتاج اكتر من مية من الحنفية، وربع معلقة ملح وكمان معلقتين من السكر. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ عجينة يعني لينة خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش بتلزق في الايد. هتفضلي تعجني فيها لغاية ما تديك النتيجة ديت. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ عجينة يعني ناجحة جدا وجميلة يعني. هتشكليها زي ما انت عايزة، بس هنسيبها كده ترتاح شوية حوالي 10 دقايق. وهبدأ بعد كده اكورها بالشكل دوت، يعني هتعملي كل كورة على قد الفطيرة اللي انت عايزاها. هنقطعها كده قطع على قد الفطيرة اللي انت عايزاها، يعني على حسب حجم الفطيرة يعني. زي ما انتوا شايفين كده خلاص كورتهم كلهم. هنزل عليهم كده بزيت، يعني انا هدهن الصينية دي من تحت زيت ومن فوق زيت، يعني يبقى كلهم من تحتهم ومن فوقهم زيت كده بالشكل ده. هجيب بقى قطعة قطعة وهبدأ افردها. شايفين لما العجينة بترتاح ما بتحتاجيش النشابة في اي حاجة، بتتفرد معاكي بكل سهولة. تقدري تفردها بايديك عادي بكل سهولة، ما بتحتاجيش ان انت تفرديها بالنشابة او اي حاجة. شايفين؟ لازم العجينة ترتاح ولو 10 دقايق. هنفرد العجينة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. انا هنا معايا بقى سمنة على زيت، يعني سمنة مسيحاها وكمان حطيت عليها زيت، يعني سمنة على زيت او سمنة على زبدة الموجود عندك. لو عندك زبدة تنفع برضو. وهندهن كده الفطيرة كده بالسمنة والزيت. وهنبدأ بقى نلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. كل ما تلفي حتة تدهنيها برضو، بحيث ان الفطيرة كلها تبقى سمنة وزيت بالشكل ده. خلاص هنلفها تاني ونكورها تاني علشان الفطير بتاعنا يبقى مورق من جوه، ويبقى احلى من الفطير اللي بتجيبيه من بره كمان. خلاص هنبدأ بقى نفرد برضو واحدة تانية بالشكل ده. نفضل بقى نعمل الكمية بنفس الطريقة كلها. هنفردها برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه دون.
أنا حبيت أعمل لكم واحدة كمان عشان تشوفوها. بتتفرد العجينة بكل سهولة زي ما قلت لكم، أهم حاجة تريحوا العجينة، هتتفرد معاكم ومش هتتعبوا في حاجة يعني. وزي ما انتوا شايفين بعد ما بنفرد العجينة بندهنها كلها بسمنة على زيت، أو لو عندك زبدة تنفع وتبقى جميلة برضو. هنفرد كده العجينة بكل سهولة. أنا عملت الفطير ده بعد ما رجعت من الشغل بكل سهولة، يعني ما خدش مني وقت خالص، عملته لهم في ثواني في ثواني كده، يعني أسهل فطير ممكن تعمليه. وهنتنيها بالشكل دون. بنتنيها ليه كده وبنرجع بقى نكورها تاني علشان ايه؟ تبقى الفطيرة بتاعتنا مورقة من جوه، وتدينا بقى ايه التوريقة الحلوة كده اللي احنا بنحبها في الفطير زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كورناهم كلهم، هنبدأ ناخد واحدة واحدة ونفردها بالشكل ده. يعني بعد ما فردناهم ودهناهم بالزيت والسمنة، كورناهم كور ونرجع نفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دون، ونقطعها كده بالسكينة، لان انا هعمل ايه فطير يعني ميني، فطير صغير. انت هتقطعيه على حسب الحجم اللي انت عايزاه، لو حابة تعملي فطيرة كبيرة ما تقطعيش زي ما انا عاملة، تعملي العجينة كلها في الصينية عادي مرة واحدة. انما انا هعمله فطير صغير بالشكل دون. هاخد بقى قطعة قطعة وافردها زي ما انتوا شايفين كده، تتفرد بكل سهولة معايا طبعا لان العجينة مرتاحة خالص. خلاص فردنا العجينة، فردنا قطعة قطعة. هجيب بقى اللحمة العصاج اللي كانت عندي، وهحشي كده ايه الفطير بالشكل دون. بيتحشي بكل سهولة، بس اهم حاجة تقفلي عليه كويس علشان ما يتفتحش منك ايه وانت بتعملي في الطاسة. قفلناها بالشكل دون، وهنفرد واحدة كمان عشان تشوفوها. شايفين تتفرد مني بكل سهولة، عجينة ناجحة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ بقى ايه احشيها. حابة تحشيها جبنة، عندك جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، لانشون، مثلا اي بواقي جبن عندك في التلاجة، فراخ بايتة تقطعيها ممكن وتتبليها وتحشي بيها، لحمة عصاج، اي حشوة بقى تقدري تحشي بيها. الفطير ده بيتحشى اي حشوة، حتى لو جبنة بس يعني ممكن يتحشى عادي. سهل جدا مفهوش اي حاجة، وبسيط خالص ومش مكلف ولا اي حاجة. تقدري تحشيه بجبنة بس، وممكن تاكليه كده من غير ما تحشي اي حاجة خالص. طعمه جميل جدا يعني مش محتاج اصلا حشوة ولا حاجة. هتحشيها وتقفليها بالشكل ده. خلصت الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. هتخلصيها وتسيبيها على جنب. وهنا ايه انا كنت عملت طاسة كده، يعني كنت يعني حمرت حبة في طاسة، ودي تاني طاسة ليا، بس ما كنتش صورت اول ما حطيت الطاسة على النار. دي تاني مرة. هتنزلي بيها بالشكل دون. بتجيبي طاسة بتدهنيها بس زيت من تحت، معلقة زيت بس كده وتبدأي تحطي بقى الفطير بالشكل دون. تاخدش منك زيت ولا حاجة، ده هي معلقة بس بتدهنيها في الطاسة من تحت، وبتهدي النار، بتهدي النار خالص علشان ما تتحرقش منك. واول ما الجنب من تحت يتحمر ياخد اللون الذهبي، بتقلبيها على الجنب التاني. ما بتاخدش منك وقت خالص على النار، في ثواني بتكون معمولة. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي؟ لونها وريحتها وطعمها يعني ما اقدرش اقول لكم بقى، يعني تحفة يعني. حاجة كده تفتح النفس بصراحة في الشتاء وفي السقعة دي. كيلو دقيق عمل لي كمية كبيرة، على فكرة كمية كبيرة خالص. شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي وشكله تحفة بصراحة. والطعم كان جميل يعني عجبهم كلهم. انا حشيت الصغير ده بالجبنة، والفطير التاني دون حشيته بلحمة عصاج زي ما انا وريتكم كده. شايفين ما شاء الله الفطير عامل ازاي بكيلو دقيق. عملت كمية كبيرة
يعني كلنا وشبعوا كلهم وفايض كمان، احسن ما تجيبيه بالغلا والكوى من المحلات. تقدري تعمليه بكل سهولة في البيت وانت اللي عاملاه بايديكي. حاجة كده جميلة جدا جدا في الشتاء اللي احنا فيه دون. شايفين ما شاء الله من جوه عامل ازاي؟ شايفين؟ والفطيرة مورقة وجميلة، طعمها جميل جدا يعني، بجد جميلة جدا يعني. شايفين مورق من جوه وجميل ازاي، وسهل جدا مفيهوش حاجة. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.